بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه الفيديو نعمل طريقة إنشاء قائمة التشغيل وما الاستفادة منه. يعني القائمة التشغيل شو تستفاد من قائمة التشغيل إذا عملت القائمة التشغيل؟ القائمة التشغيل هي تستفاد منه طريقين. طريقة هي على شطارتك، والطريقة الآخر من طريق يوتيوب. هلا حاليا نبدأ بكيفية إنشاء قائمة تشغيل. أول شيء ندخل على قناتنا اليوتيوب. خلينا ندخل. بعدين ندخل على الصورة اللي تتابع القناة تبعنا، ندخل عليه، ندخل على قناتنا قناتك، هذا أول واحد، وندخل على الفيديوهات. من هون نبلش أو نبدأ بعمل قائمة تشغيل. أنا عندي خلي أدخل على قائمة التشغيل تبعي. هذا قائمة التشغيل تبعي أنا عامل كم قائمة تشغيل. خلينا نشوف من أول. أنا عامل 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. عندي 6 قوائم تشغيل. هذا قائمة الفوق 1900، هذا قائمة العامة. ندخل على الفيديوهات. هذا فيديوهات قناتي، ماشي. أو نبدأ مثلا نجمع فيديوهات. نجمع الفيديوهات في قائمة واحدة. جميع فيديوهاتك أهم شيء هو أنت يعني لما تنفصل الفيديوهات عن الآخر. مثلا الفيديوهات المعجنات، أنا هلا أبلش خلي أشوف لكم فين تختارون. هذا آخر فيديو مثلا عندي، هذا 3 نقاط. هذا 3 نقاط نبدأ به، وبعدين نبدأ بهذا حفظ في فيديوهات قائمة التشغيل. نبلش بهذا، ماشي. هذا قائمة التشغيل اللي أنا عندي. الخمس قوائم التشغيل موجودة بقناتي. ذني احنا نبلش فيه. لحظة، شوف، شايفين هذا قائمة تشغيل جديدة. نضغط على هذا ضغطة واحدة. هذا هون لا، لحظة بس. هذا هون خاص مدرج علني. احنا نخليه علني. هذا علني. وبعدين اسم القائمة التشغيل احنا حاليا نسميها مثلا المعجنات. مثلا نكتب المعجنات، ماشي. نسميها المعجنات والطبخ. لحظة بس، خليني بعد هذا والطبخ. هون كلمة إنشاء، نضغط عليه ضغطة واحدة. تم إنشاء قائمة التشغيل. حاليا ندخل على القائمة التشغيل. خلينا نشوف معجنات طبخ موجود أم لا. لحظة، شوف، هذا كلها موجودين القديمة. نعمل فيش مثلا لتحت مرة. شوف، ظهر المعجنات والطبخ. هو بهذا الشكل تضغط على 3 نقاط اللي بجنب الفيديو هون 3 نقاط. كل مرة تضغط عليه تعديل، حذف، مشاركة، بدك أي شيء مثلا من الفيديوهات. أقصد الفيديوهات هون. مثلا أنا عندي هذا طبعا معجنات كمان. حفظ في قائمة التشغيل. رأسي تخلي يطلع المعجنات هون. شايفين هذا أنا عمل الصح عليه حاليا. هذا اجمع كل فيديوهاتك بقائمة تشغيل أو معجنات بقائمة، وخلي الطبخ بقائمة، وخلي مثلا
ايس كريم او الايس والشغلات الصيفية خليها بقائمة. وخلي مثلا تعمل عصير او اي شربات، اي نوعية من تخليها كلها الفيديوهات بقائمة واحدة. وفي الاخير اجمع جميع الفيديوهات بقائمة واحدة. هون تبلش بانه كيف تخلص الساعات 4000 الساعة عن طريق قائمة التشغيل. ماشي، انت مثلا عندك 50 فيديو، 40 فيديو او 100 فيديو. انت تعطي رابط قناتك لصديقك، لابن عمك، لبنت عمك، او لخال اي احد من اقربائك قريب بعيد. ماشي، خلي بالليل قبل ما ينام يبدأ بتشغيل قائمة. مثلا هذا القائمة، لحظة، هذا القائمة تشغيل أنا أدخل عليه. مثلا أنا عندي الفيديوهات، مثلا هذا القائمة إذا بلش بقائمة 9 فيديوهات، لما هو ينام أو بلش بقائمة جميع فيديوهاتك، أنت جمعت فيديو واحد بقائمة واحد، خليها على الناصي كاتم الصوت التليفون، وخليه ينام هو ويشتغل التليفون او اللابتوب او اي شيء لحد الصبح ما يستيقظ، تخلص القائمة التشغيل كله هو شغاله. بهذا الشكل بانه شغل لك شيء 40 30 فيديو لحد ما هو يستيقظ، او اشتغل تقريبا 100 فيديو. انت هون يعني ساعاتك راح تبلش تصعد لين وهذا استفادة عن طريق شطارتك. كيف تستفاد 4000 ساعة من قائمة التشغيل؟ والاستفادة الآخر عن طريق اليوتيوب هي دائما اليوتيوب يقترح عنده فيديوهات مقترحة، أو القوائم التشغيل كمان من ضمن الفيديوهات المقترحة محسوبة. دائما يقترح يعني كل مدة ومدة يقترح فيديوين 3 من قناتك، أو قائمتين تشغيل من قناتك، ويعرضها للعام يشوف بأنه هذا الفيديو عنده مستوى أو شيء. ماشي، يعني هذا مساعدة من اليوتيوب لكل القنوات الموجودة. دائما يعني فكر بانه جمعوا فيديوهاتكم بقائمة تشغيل واحد، واتفقوا مع اصدقائك. ولكن لا تتفق بانه عن طريق تكتبون عن طريق اليوتيوب، مثلا عن طريق قناتك، او تدخل على قناتك تتفقون على هذا الشيء حتى ما تضغط تعليقات بقناتكم. عن طريق واتساب، عن طريق اي شيء اخر، هذا يكون افضل. بهذا ننتهي من هذا الفيديو، ولكن أنا أنصحكم مرة الأخيرة بأن تجمعوا فيديوهاتكم واتفقوا مع بعض حتى تخلصون الساعات بسرعة. تجمعوا كل فيديوهاتك بقائمة واحدة. بهذا ننتهي الشرح عملية جمع الفيديوهات والإنشاء قائمة تشغيل. ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. إن شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الأخرى ونستفاد أكثر وأكثر وشروحات أكثر إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.